لو عايزين تعملوا الليمون المعصفر مظبوط على الشعرة ولا حادق ولا دلع وتاكلي منه في اسبوعين بس بتتبيله خطيره، تعالي اقولك هنعمله ازاي. اول حاجه بجيب كميه الليمون بتاعتي ونقي الليمون الصفرا، ما تحاولوش تجيبوا ليمون اخضر في الليمون اللي احنا هنخلله. ببتدي اغسله كويس وهبتدي اشقه 4 بالشكل ده. تمام، هشقه لحد نص الليمونه تمام عشان يستحمل ياخد معايا حشو. ما تعمليش شقه بسيطه من فوق لو انت عايزه تدخلي الحشو جواه، والحشو جواه بيبقى طعمه احلى كتير. بعد ما باخلص كمية الليمون بتاعتي، انا كنت عايزة احط معاه فلفل لكن البرطمان بتاعي ما قضوش. وما تغلطيش غلطتي وتعملي الليمون وتحطيه في البرطمان بعد ما يعني بعد ما تجهزيه للتخليل. ابتدي الاول شوفي الليمون او اي حاجة انتي هتخلليها هتحتاج البرطمان بتاعك قد ايه. تمام، بدل ما تحطي وتنقلي زي انا نقلت كمية المخلل بعد ما خلاص خلصته للحشو. والخلطة دي انا بغلطها كتير، فما تحاوليش تغلطيها زي. وما تنسيش ان الليمون لما بيتسلق بيقل شوية في الحجم، فهتعملي مساحة اكبر او هتعملي كمية اكبر للبرطمان علشان بعد ما هننزله في المية هيقل شوية كمان في حجمه. باجي هنا في حلة فيها مية مغلية، بنزل بيها اول ما المية تغلي كده. بننزل بكمية الليمون بتاعتي، انا عاملة 2 كيلو ليمون وهنزل لكم المكونات 2 كيلو ليمون. انا بعد ما الليمون يبتدي يغلي اول ما هنزله في المية هنلاقيها ابتدت تهدى حرارتها. اول ما يبتدي يغلي هتبتدي تحسبي بالظبط 4 دقايق، وبعد ال4 دقايق هنرفع الليمون بتاعي على مية ساقعة. مش ساقعة من التلاجة، ساقعة عادي من الحنفية فترة. تمام، والمية بتاعت الليمون دي ممكن تستخدموها في حاجات كتير قوي، ممكن تحطوها مع الصابون المواعين، ممكن تلمعوا بيها اي حاجة، ليها استخدامات كتير قوي ممكن تبحثوا عنها هتلاقوها فوائدها خطيرة. تمام، هنيجي هنا لليمون بعد ما نقلناه في المية الفترة هنبتدي نحطه في مصفى. وهبتدي اجهز المكونات بتاعتي: ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت زيتون او زيت ذرة زي ما انتي حابة، وهنكون مجهزين معلقتين كبار هريسة شطة، هريسة حارة او هريسة باردة زي ما انتي حابة. يعني لو عايزين تعملوها هادية كده ما تكونش حراقة، لو ما بتحبوش السبايسي قوي ممكن تحطوا فلفل احمر رومي. هنا دولت 10 معالق كبار ملح، لكل كيلو ليمون بستعمل 5 معالق كبار. وهنكون مجهزين 6 معالق كبار عصفر و3 معالق كبار حبة البركة. تمام، الكمية دي لل2 كيلو. وهنا انا مجهزة نص كيلو جزر مبشور في بولة غويطة، وهبتدي انزل بكل المكونات بتاعتي. وبعد ما عرفنا المكونات اللي احنا هنضيفها كلها هبتدي اضيف، وانا بقول لكم ازاي تخلي الليمون دوت يقعد معاكي سنة كاملة، وازاي تخلي الليمون ده يقعد معاكي اسبوعين. حاجة واحدة بسيطة هتخلينا نخلي الليمون ده يعيش معاكي للسنة، او تعمليه وتاكلي منه بعد اسبوعين بالظبط هيكون معاكي زي الزبدة. لو عايزاه يقعد معاكي للسنة ما تسلقيش الليمون، تاخدي الليمون تغسليه وتقطعيه زي ما عملناه كده زي علامة الزائد من فوق، وهتحشيه بنفس الحشوة دي بنفس مكونات كل حاجة بنفس الملح. وهنا بعد ما خلصت التتبيلة بتاعتي وجهزتها ابتديت اجيب برطمان بتاعي عقمه ازاي مية مغلية، وبسيبه يتهوى كويس، وابتدي اعمل فيه الليمون بتاعي. وبعد ما الليمون هنا اتصفى معايا في مصفى وهدي خالص، ابتديت افتح كده الليمونة وهبتدي احشيها بالشكل ده. حاولي تحشيها لجوه كويس تمام علشان تطعم معايا من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. وعايزة اقولك الخلطة دي هتديكي نتيجة وطعم فظيع جدا. جربيها بس وانتي مش هتبطلي تعمليه بطريقتي ان شاء الله. وبعد ما هنا حطيت الليمون بتاعي كله في البرطمان، كان البرطمان كبير فانا نقلته في حاجة اصغر شوية عشان كده الحاجة دي ما خدتش معايا الفلفل. هنزل بباقي التتبيلة اللي كانت باقية معايا. هتقولي لي المية اللي نازلة مع التتبيلة دي ايه؟ انا ما ضفتش اي حاجة. الملح لما بيقعد في التتبيلة دي بينزل المية بتاعته. فانا بعد ما مليت البرطمان على اخره لازم بصوا ما تخلوش فيه هوا خالص في اخر اي برطمان هتملوه. وبعد ما اغطي بالتتبيلة بتاعتي دي هبتدي اقفل بستريتش راب او اكياس مطبخ، الاكياس التلاجة دي، وهقفل البرطمان بتاعي كويس جدا وهدخله جوه كيسين كمان. عايزه اضمن ما يخشلوش اي هوا خالص. بالطريقه اللي عملناها مع بعض دي الليمون دوت هيقعد معايا لمده اسبوعين وهتبتدي تاكلي منه هيبقى زبده خالص. طيب لو انا بعمله وعملت كميه كبيره والخلطه او اللي نزل من الخلطه سوائل قليله، هنعمل ايه؟ هنكمل باقي البرطمان بميه مغليه، سيبها تهدى خالص وهنزل على البرطمان بتاعي بيها بعد ما تبرد عشان اضمن ان الليمون بتاعي او اي مخللات اعملوا فيها الحركه دي. هتغلي الميه اللي هتزودي بيها اي مخللات عندك عشان تضمني ما يوصلهاش اي عفون. والميه اللي انتي هنا هتعملي بيها الليمون انا مش بضيف فيها اي حاجه خالص، انا خلاص الملح بتاعي وكل اللي انا عايزه اضيفه ضفته جوه الليمونه بتاعتي. يلا جربوا طريقتي في الليمون المعصفر وقولوا لي رايكم.